بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ والله وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل برضو نفس البيتزا، بس هنعملها بيتزا بالفراخ. يا رب يكون يوم سعيد علينا وعليكم، ودايما كده نبقى مع بعض بألف صحة وسلامة. هنروح نازلين بمجين المية زي ما احنا متعودين في عجينة البيتزا، طبعا احنا عارفينها اهي. مجين المية وكيس الخميرة معانا اهو، ومعلقتين السكر ابيض اهو زي العسل. نروح نازلين ومقلبين مع بعض كده لحد ما السكر يدوب والخميره تدوب اهو. نبقى مع بعض كده لحد ما يدوب اهو. يبقى كده خلاص بدل طلعت زي ما بقول لكم فكاكيع كده، يبقى الخميره حلوه 100 100. نازلين نروح نازلين بكميه نص كميه الدقيق، هو نص كيلو دقيق اصلا على ايه، على صينيه البيتزا. نقلب مع بعض كده اهو، ونروح نازلين بمعلقه كبيره كده زيت، لان الزيت ده هو اللي بيطر البيتزا اهو، ورشه ملح بسيطه، رشه ملح بسيطه اهو. ونقلب مع بعض. اللهم صل على النبي. دايما كده نذكر سيدنا محمد. ونروح نازلين ايه كميه الدقيق الباقي اهو. نبقى احنا كده مع بعض. اطلع المعلقه دي كده واروح نازله بايدي اهو، اداني معاها كده لحد ما ايه، ما احس ان هي مش بتلزق خالص اهو. نص كيلو دقيق وكوبايتين ومجين ميه وحوالي 3 معالق من اللي هي بتاعه الاكل زيت، وكيس الخميره الفوريه، وخلاص على كده. وحبه السكر، مش فيها اي تعب ولا اي خساره. يبقى رخامتي نظيفه اهي، رخامتي نظيفه اهي. اروح جايبه حبه دقيق صغيره خالص دقيق كده، واحط الايه لحد ما ايه تنشف خالص، وتحسي ان هي ايه ايديا مش عاده بتلزق فيها خالص اهو. ما شاء الله زي العسل اهي، زي ما انتم شايفين اهي. قابلها زيت زي العسل اهي معانا. فتح فيها كده لحد ما تنعم خالص، واروح جايبها حطاها في الطبق وعيصاها زيت من فوق ومن تحت، واسيبها قيمه نص ساعه او ساعه الا ربع تخمر براحتها. ونفردها مع بعض ونعمل الصلصه اللي احنا متعودين عليها، صلصه بكمون بفلفل اسمر بحاجات من دي. يبقى جايبها هنا كده اهي، واروح جايبه رشه دقيق بس زيت بسيطه كده اهي، واروح جايباها كده بنعمها زي ما احنا شايفين، وحاطينها في الطبق وعايزينها زيت من فوق كده، وجايبين كيس ومغطين عليها. وبعد نص ساعه نشوفها ايه، نجيب كيس الاول نحطه عليها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يبقى اروح جايبه كيس اهو مغطيها اهو، واسيبها كده خالص ونشوف نعمل الصلصه ازاي، ونقطع الفراخ ونحطها ونشلوحها مع بعض. يبقى اروح جايبه انا قطعت نص صدر اهو، ونروح جايبه النص التاني اهو، قطعه صغيره خالص اهي، مريحه جدا لما تكون فوقها اهي. اي لحمه فايضه عنك اهو، صدر فرخه بسيط ورحت عاملاه اهو. يبقى فيه تغيير ويبقى فيه ايه طعم جديد. يبقى هو كده يعتبر نص صدر فرخه. نروح جايبين طاستنا وحاطين كمون اهو كمونه، وادي حبه فلفل اسمر. انت بقى عايزه تحطي باب مش عارفه ملحنا، وحطينا كمون وحطينا فلفل اسمر. لو انت عايزه تضيفي اي بهارات عادي، مش اي مشكله. نجيب طاستنا بحبه زيت كده ونحطها مع بعض. مش عارفه البيت لسه جايلاه. احنا ضربنا هنا نص او ربع شفشف طماطم، حاطين عليه شويه شطه بسيطه خالص،
وحاطين عليه كمونه وفلفل اسمر وبتستوي هي. وهنا الناحيه التانيه الطاسه هي نروح نازلين بها بالايه، بالفراخ اهي، نقلب فيها حبه كده لحد ما تحس ان هي جربت تستوي. ونروح بقى ايه، شايفين الخميره بتاعتنا خمرت ولا ايه؟ احنا مع بعض كده بنقلب الفراخ اهي تاخد لون ابيض كده ونحس ان هي استوت، ونبقى نشوف مع بعض. يبقى احنا خلاص مع بعض كده الفراخ خلاص استوت اهي، نشيلها من على النار ومية مية اهي، ونجهز معانا الايه، البيتزا. احنا مع بعض جبنا صينيه عصناها زيت اهي، مقاس مناسب للنص كيلو دقيق ونص كيلو عجينه، ورحنا رشين فيها رشه دقيق كده، ومعانا العجينه خمرت اهي بسم الله ما شاء الله. نروح شايلينها كده اهي، ونروح حاطينها كده بالظبط، ونفرد بيها بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا سايحه في ايدي بالله، ما عوزت مش عوزت ولا حبه دقيق ولا بصوا ولا حبه ميه ولا اي حاجه، هو نص كيلو دقيق على مجين ميه على حبه الزيت بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. بصوا هشه وجميله خالص، بس اهم حاجه تسيبها تخمر براحتها اهي، تبقى كلها مستوى واحد كده. منتهى الجمال اهي اهي ما شاء الله. نروح نجيب صلصتنا الحلوه، يبقى نروح جايبين الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض اهي ما شاء الله زي العسل اهي، طماطم عاديه بريحه زيت وتعالي راح حبه كمون حبه فلفل اسمر اللي حداك، مش تكلفي نفسك خالص. وفي الاول وفي الاخر هي بيتزا ومية مية وزي العسل. بنفرد كده مع بعض الصلصه، مش شرط ان انت اي كميه تعمليها تحطيها على اي مقدار، عادي فض صلصه عينيها تنفع في اي وقت اهو. نفض معانا اهو، ناخد حته بسيطه ونسيب الباقي لاي حاجه انت عايزه تعمليها اهو ما شاء الله زي العسل اهي ما شاء الله زي العسل. وروح جايبه الزيتون معايا المخلي اهو رش كده زي ما انت عايزه، اسمر الوان براحتك خالص. مش حداكي زيتون عايزه تستغني عنه وتحطي شرايح طماطم برضو عادي، جبت برضو شرايح طماطم اهي تدي منظر وتدي شكل اهي ما شاء الله زي العسل اهي. اللي تحطيه عينتكي يبقى طعمه جميل، اللي تحطيه هتلاقيه في الطعم بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. عندي جرن فلفل احمر، هو حر شويه، هو اختياري، ممكن تحطيه وممكن مش هتحطيه، بس انا يعني مش عندي رومي فقلت ايه اروح حاطه جرن فلفل ايه حر شويه. واروح نازله بالفراخ اللي احنا متبلينها اهي ما شاء الله زي العسل. مع بعض اهي نحطها في الفرن، وبعد كده نروح حاطين الجبنه الموتزاريلا بعد ما تطلع بعد ما تتحمر وتستوي، ونشوف مع بعض المنظر. يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم، حاجه على قد الايد كده. ايه رايكم؟ نحطها في الفرن اهو على درجه حراره مناسبه اهو، نحطها 10 دقايق كده. يبقى خلاص بسم الله ما شاء الله طلعت من الفرن اهي ممتازه اهي. نروح جايبين الجبنه الموتزاريلا اهي نروح حاطينها كده قدر الامكان. لو حداكي جبنه موتزاريلا متوفره عنها حطي الجبنه الموتزاريلا، ايدكي فيها صباح ماشي، معلش هخسركي شويه بس هتلاقي نتيجه افضل اهي ما شاء الله زي العسل اهي. نحطها في الفرن واوريها لكم بقى بعد ما تسيح كده، هتلاقوها في منتهى الجمال كده. خلاص طلعناها مع بعض اهي بسم الله ما شاء الله زي العسل. اللهم صل على جمال سيدنا محمد. نقطعها مثلثات كده اهي بسم الله ما شاء الله. جايبين المقطع كده اهو، نروح طالعين بيها اهي شايفين جميله جدا جدا جدا. وبصوا من ورا جميله خالص اهي نروح شايلين المثلث التاني اهو ما شاء الله زي العسل اهو. نقطعها برضو جنب بعض كده اهو، شايفين الجبنه الموتزاريلا اهي ما شاء الله زي العسل. وبرضو التالت اهو نقطعه برضو شايفين ما شاء الله زي العسل اهو، وناشفه وجميله خالص ما شاء الله اهي. الصينيه بعرها ممتازه اهي وناشفه خالص. ايه رايكم فيها؟ شوفوا ما شاء الله عملنا من نص كيلو دقيق، والله العظيم قلت لكم يعدي ايه. على فكره انا كنت عايزه اقول لكم حاجه، انا اصلا مش كنت بحب البيتزا اصلا،
فما جربتها انا وعملتها صراحه تحفه. فيا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. ومنتهى الجمال اهي، بالف هنا وصحه يا رب. وما شاء الله فات في الصينيه. بصوا يعتبر اكتر من نص الصينيه خالصه اهو جميله، بس انا قلت نقطعها مع بعض اهي. ما شاء الله زي العسل. بالف هنا وصحه. ولو عجبكم الفيديو يا ريت مش تنسوني، والف شكر ومع الف سلامه حبايبي الحلوين، وكل مره وانتم طيبين.